السلام عليكم، إيه الأخبار؟ إن شاء الله النهاردة هنكمل lesson 2 السولينويد. والسولينويد يعني خطورته مش اللي هو يعني ممكن يجي لك في الامتحان في شابتر 2، لأ هو ممكن يجي لك في شابتر 3، لأن شابتر 3 كله أو معظمه معتمد على السولينويد. فممكن لو جالك سؤال في lesson 2 يجي لك على السيركولار كويل زي ما قلت لك المرة اللي فاتت، كان جاي 3 أسئلة في امتحان واحد عليه اللي هو امتحان 2021. فالسيركل كويل مهم جدا. شوف الحصة اللي فاتت أنا جمعت لك كل الأفكار بتاعته. السولنويد ممكن يجي لك، ممكن طبعا يجي لك شابتر 2، طبعا أنا معرفش الامتحان هيجي إزاي، بس هو غالبا بيجي في شابتر 3. فهو التأسيس بتاعه مهم جدا، أنت تفهم الدنيا ماشية فيه إزاي، آه، بحيث أنت لما تكون داخل على شابتر 3 تعرف هو إيه المبادئ بتاعته. طيب السولنويد دوت زيه زي السيركولار كويل، ليه بوز. احنا اتفقنا اللي هو ممكن السيركولار كويل المرة اللي فاتت يأكت از ا باور ماجنت. اتفقنا اللي هو بيأكت از ا باور ماجنت ممكن يبقى ايه، يعمل بولز ان واس والكلام دوت كله. وعرفنا مثلا لو السيركولار كويل كده وانا بصيت له من فوق مثلا كده الفيس اللي فوق ده، ولقيت اللي فوق الفيس اللي فوق انتي كلوك وايز، انتي فيها ان، فقلنا ان دوت ايه، دوت نورث. وقلت لك بقى بطريقه تانية خالص احسن من الكلام ده خالص، ان انت تروح جاي عامل الرايت هاند، لو لقيت الثumb بتاعك باصص لفوق يبقى كده الفيس اللي فوق ده هو نورث، واللي تحت ايه، اللي تحت ساوث. واقنعتك اللي ممكن السيركل كويل يبيهيف از باور ماجنت. المره دي برضه نفس الكلام، السولنويد برضه برضه بيبيهيف از باور ماجنت، وليه كمان ان واس، ومن جوه اس ان ومن بره ان اس، زي ما احنا كنا متفقين من اول الشابتر. انت لازم تعرف حاجتين، يعني لازم تعرف حاجه اسمها اكسس، ولازم تعرف حاجه اسمها فيس. يعني لو عندي سيركل كول كده، الوجه اللي فوق ده كده الدايره دي هي فيس، لكن الاكسس بتاعه بيبقى واقف في النص كده. يعني دي الدايره الاكسس بتاعه بيبقى واقف في النص، ده بالنسبه للسيركل كول. لكن السولنويد دوت ده بيبقى عبارة عن سوستة. طب السوستة دي لازم تبقى ملفوفة حوالين كور. الكور ده غالبا يعني بيكون ايرون، عشان الايرون بيعمل عملية intensifying للمagnetic flux density. طبعا احنا خدنا اللي في حاجة اسمها magnetic permeability، وعرفنا المagnetic permeability بتاعت الاير اللي هو رمزها ميو، اللي هي 4 باي تايمز 10⁻⁷. دي قليله لان المغناطيس ما يحبش يمشي في الهواء، يحب يمشي في الحديد. فالحديد دوت الكور ده اللي هو ايرون كور ده، البرمابيلتي بيسمح لمرور المغناطيس فيه اكتر من الهواء، فعشان كده البرمابيلتي بتاعته ايه، كبيره. طبعا انت مش عليك حفظ الرقم بتاع البرمابيلتي بتاع الايرون، يعني هو لو قال لك جاب ايرون كور في سؤال هيديك الميو بتاعته، فانت تستخدمه. انت بس عليك ان انت تحفظ بتاع الاير فقط. هنا الايرون ايه بيعمل ايه؟ ليه بيستخدموا ايرون كور؟ عشان تو انتنسيفاي، اللي هو انتنسيفاي جاي من كلمه انتنسي، انتنسيفاي ذا ماجنتيك فلكس دنسي، اللي هو بيركز الماجنتيك فلكس دنسي اللي جايه من الواير اللي ملفوف حواليه على هيئه سوسته سولنويد. طب تعالى نلف حواليه واير كده، اهو ده كده واير اهو، دخل كده طبعا من فوق اهو، يعني الحته دي كده طالعه من فوق الواير، والحته التانيه بقى هتبقى ايه؟ هتبقى جايه من الناحيه التانيه من ورا كده، فمش هتبان هنا. تخيل معايا الوضع، وهيبقى ده كده اهو، ودي برضو حته لورا، وده كده اهو، دي الحته اللي ورا. وهنحط هنا باتري. عايزين نعرف بقى فين، زي ما عرفنا الاكسس والفيس بتاع السيركل كويل، عايزين نعرف الاكسس والفيس بتاع الراجل ده فين. الفيس بتاعه بتاع السولنويد، الفيس بتاع السولينويد الفيس بتاع السولنويد هو الجنب الشمال ده والجنب اليمين. يعني تبص له كده من الجنب كده، الحته اللي هي بتاعت السوسته دي من الجنب كده، هي دي، هو ده الفيس. الاكسس بتاعه طبعا بيبقى السيركولار كويل كان كده، كان ده الفيس والاكسس بتاعه كان واقف عليه برضه نفس الحكايه. ده الفيس اهو، الدايره اللي في الشمال دي والدايره اللي في اليمين دي فيس، وهنا الاكسس برضه داخل ايه؟ داخل فيها، يعني الاكسس هو كده. حلو، فالاكسس هنا يعتبر نايم. حلو الكلام، لان الفيس يعتبر هنا الفيس اهو، فالاكسس لازم يكون بربنديكولار عليه، يكون نايم كده بالموازي المظبوط. طيب
يعني احنا كده عرفنا الاكسس بتاعه بيكون نايم، والفيس بيبقى يمين والفيس بيبقى شمال. احنا في السيركل كويل برضو كنا بنعرف الدايركت، كنا بنعرف الان والاس والبولز بتاعته من عند الفيس. يعني ان السيركل كويل كان مثلا لو لقينا الكهرباء فيه ماشيه انتي كلوك وايز، الانتي فيها ان، يبقى ده نص على طول، يبقى الوجه اللي تحت ايه؟ ساوث. هنا نفس الكلام برضه، هنطلع الكرنت كده ونشوف الدنيا ماشيه فين. الكرنت هيطلع اهو من البوزيتيف كونفنشنال، هيروح جاي طالع هنا اهو، ينزل من ورا الكور، صح؟ عشان كده مش هشوفه. وبعد كده بعد ما ينزل من ورا الكور يروح جاي طالع هنا، حلو الكلام. وبعد كده يطلع هنا ينزل من ورا الكور، حلو. وبعد كده يروح جاي طالع هنا. يعني هو من الاخر كده لو طالع في واحد يبقى طالع فين؟ في كله. وبعد كده ينزل من هنا يتجمع عند الايه؟ عند النيجاتيف. انا لو بصيت للحته دي كده على ايه طالع كده، انا لازم اروح لها. انا لازم اروح الفيس. هقول لك طريقه حلوه كمان شويه تخلص بقى الدنيا دي، بس انا بفهمك الدنيا ماشيه ازاي. انا ممكن لو بصيت للفيس هنا لقيت عليه كرنت طالع فيه، بص ناطط من قدام كده اهو، طالع لورا اهو. فانا لو بصيت من ناحيتي لازم تروح ناحيته. لو انا بصيت من ناحيتي على ايه اللي هو كاونتر كلوك وايز، بص انا عكس عقارب الساعه بالنسبه لي انا، كاونتر كلوك وايز، يبقى ده كده يعتبر ان. حلو الكلام. لو بصيت من الناحيه الثانيه لازم انا عشان اعرف الفيس لازم اروح ابص له من هناك. طبعا هقول لك طريقه سهله دلوقتي. ده كده بص، ده طالع من قدام هو راجع من ورا، بص اقعد اعمل كده بصبعي فالاقيه اللي هو ايه كلوك وايز. بالنسبه لي انا، اهم حاجه انت بالنسبه لك انت مالكش دعوه. مثلا لو واحد واقف هناك ماليش دعوه بيه، انا لو اروح كده الفيس واعمل صبعي كده بحيث ان هو يبقى كلوك وايز، يبقى انا كده عندي ده اس. طبعا بقى مش في الامتحان مش هقدر اتحاول اعمل الكلام ده. لا انا ممكن في طريقه سهله اقول لك عليها دلوقتي تخلص الدنيا، اللي انت تستخدم الرايت هاند. تستخدم الرايت هاند. احنا كان عندنا في الستريت واير كان ده الكرنت، في الستريت واير، وده كان الفلكس، صح؟ كان ده اتجاه الكرنت وده كان اتجاه الفلكس حسب امبيرز رايت هاند رول، صح الكلام؟ بس هنا طبعا مش هينفع تقول اللي ده الكرنت. هنا مش هينفع تقول ده الكرنت، ولا في السيركو كل ينفع تقول ان ده الكرنت. السيركو كل الكرنت هتمشي فيه ازاي كده؟ هتعمل صبعك ده بالكرنت ازاي؟ مش هينفع. فكده السيركو كل برضو الكرنت بيبقوا ايه؟ بيبقوا الاربع صوابع. وده بيبقى الفلكس يا اما طالع يا اما داخل ديسلايك يا اما ايه لايك، زي ما انا قلت لك المره اللي فاتت. النهارده بقى في السولنويد انت هتمسك السولنويد. لو انت شفت اللي الكرنت طالع فيه فوق من الوجه اللي قصادك اهو، تروح جاي طالع بايدك لفوق وتمسكه كده. بص صبعك الثumb باصص الشمال، يبقى الشمال، يبقى كده المagnetic فلكس هنا رايح شمال، اتجاهه شمال. يبقى المagnetic فلكس هنا اهو، ده هنعتبره مثلا ده المagnetic فلكس، ده كده اتجاهه شمال. ده بتاع السولنويد المagnetic فلكس اللي هو دو تو ذا كرنت اللي ماشي في السولنويد. حلو الكلام؟ رايح شمال اهو. طب افرض الكهرباء كانت نازله، هتمسكه بس العكس، هتنزل ايدك اهو. بص ايدك الكهرباء نازله، طالعه طلع ايدك، نازله تنزل ايدك. حلو الكلام. بص انت وانت مطلع كده ايدك اهو، عشان هو الكهرباء طالعه معاك، فانت هتطلع معاها. بص الكهرباء طالعه انت تطلع معاها. فالثمب باص الشمال، يبقى الشمال ده نص على طول. ثبت المعلومه بدل ما تقعد بقى تعمل كده وكده وكده. انت على طول كده تمسك صبعك الكبير باص الشمال، يبقى النص شمال خلاص، يبقى الساوث يمين. حلو الكلام. دي طريقه طبعا ايه، طريقه حلوه اللي انت ايه ما تلخبطش نفسك بالنسبه للسولويد. طيب انت برضو قلت لي ان انت لازم تعرف الاكسس. انا مش عارف انا بعمل ايه بالاكسس لحد دلوقتي. هو الفكره بقى هنا اللي انت هتجيب، المره اللي فاتت كنا بنجيب في السيركل كويل المagnetic فلكس دنسي ات ذا سنتر اوف ذا سيركل كويل، في السنتر بتاع السيركل كويل. المره دي بقى هنجيب المagnetic فلكس دنسي ات بوينت، او ات ذا سنتر، يعني البوينت اللي هي في السنتر بتاعي بتاع الاكسس بتاع السونويد. على طول هيبقى عايز البوينت دي اللي هي في نص السونويد، هيبقى عايزها على طول في كل المسائل، مش هيغير. زي برضه في السيركل كل ما كان عايز المagnetic فلكس دنسي البي عند السنتر، هنا برضه عند السنتر. بس السنتر بتاع ايه؟ بتاع الاكسس بتاعه. احنا اتفقنا الاكسس بتاعه نايم، لان الفيس بتاعه اهو، الاكسس بتاعه بيبقى داخل فيه زي السيركل كويل الاكسس بتاعه بيبقى داخل فيه، صح الكلام؟ فهو عايز يجيب هنا المagnetic فلكس دنسي. البي بقى بتاعت السولنويد هتبقى ايكوال. فاكر البي بتاع الستريت واير كانت ميو اي اوفر 2 باي دي. البي بتاع السيركل كويل كانت ميو ان اي في ان جديده، وشلنا الباي من تحت كانت 2 ار. حلو. المره دي بقى هنشيل ال2 وهنشيل الباي، هتبقى ميو
بنفس الاثبات اللي فات، ميو ان اي اوفر ال. يبقى دي الماجنتيك فلكس دنسيتي at the center of the axis of solenoid تتجاب بميو ان اي اوفر ال. طبعا ميو دوت البرميابيليتي. هنا طبعا لو في ايرون كور يبقى البرميابيليتي بتاع الايرون. لو ما فيش خلاص يبقى اير. الان النمبر اوف تيرنز اللفات اللي هو عاملها السولنويد. الاي طبعا الالكتريك كارنت انتنسيتي. وهنا عندك ال دوت اللينس بتاع الملف، اللينس بتاع الكويل مش اللينس بتاع الواير. خلي بالك يا ريس. ماشي. انت عندك لو انت شديت الكويل ده وفردته هيديني طول كبير جدا. انت مالكش دعوه بالطول بتاع السلك. اللينس بتاع السلك تاخده في قانون الرؤيه. لكن هنا انا بتكلم في اللينس بتاع الكويل نفسه. يعني انت بتشوف كده تجيب متر كده تحطه هنا تقيس بالمنظر ده. ما تفردش، يعني ما تفردش السلك. لو بتفرد السلك وتقيس يبقى انت كده شغال في الرؤيه، في قانون ايه؟ الرؤيه. حلو الكلام. طيب عايزين بقى يعني نعرف الافكار بتيجي ازاي. طبعا دي حاجات المباشره احنا مالناش دعوه بيها. انا ممكن يكون عندي سيركولار كويل احوله لسولنويد. ازاي الكلام ده؟ ممكن يكون عندي كده سيركولار كويل كده، اللفات بتاعته كده اهي. اروح جاي انا شادد الاكسترنال، اللفه الاكسترنال دي كده، ورحت جاي شاددها كده، اشدها كده، اعمل لها موفينج اواي فروم ايتش اذر، اعمل لها كده، او بولد اواي انا اشدها كده. فلما تشد اللفات بتاع السيركولار كويل دي هتحول ليه؟ هتحول ليه؟ سولينويد. يعني انت متخيل كده اللفات كده موجوده هنا، لو شديت اللفه اللي على الوش دي هيبقى عباره عن ايه؟ هيتحول لسوستر. فمعنى كده ان انا ممكن اربط البي بتاع السيركولار كويل بالبي بتاع السولينويد بايكويشن. فهقول البي سولينويد مثلا اوفر البي بتاع السيركل ايكوال. طبعا ازاي بنعمل تو ايكويشنز؟ بنعمل الريشيو بتاعهم، بننزل اللي فوق زي ما هو واللي تحت بنعمل له ايه؟ بنشقلبه. فاللي فوق دوت اللي هو السولينويد اللي هو ميو ان اي اوفر ال اللي احنا لسه هنجيبها دلوقتي. طب ثانيه، وانت بتموف اواي النمبر اوف تيرنز او التيرنز بتاعتك، انت كده غيرت الان؟ ما انت ما غيرتوش، انت مجرد ان انت بعتهم عن بعض، هم لو 10 لفات ستيل 10 تيرنز. الميو انت طبعا ما لعبتش فيه. الاي، طب الاي هنا هو ليه؟ لان انت الاي ده بيعتمد ان انت قصيت الكويل ولا ما قصيتوش، لان الاي بيعتمد على الار والار بتعتمد على ال. صح الكلام؟ يبقى انت كده الاي برضو انت ما غيرتوش. طب هنا ال ال طبعا هنا ده خاص بالايه؟ بالسولنويد، ملوش علاقه بالايه؟ بالسيركل كويل. هنا هنعمل تايمز، نشقلب بقى السيركل كويل. السيركل كويل ده ميو ان اي اوفر 2 ار، هنا بقى هنقول 2 ار اوفر الميو ان اي. فكده بص يا ريس اللي حصل هنا، هلاقي في التايمز اللي فوق بيروح مع اللي تحت. فكده ممكن نقول ان البي سولنويد اوفر البي سيركل كويل ايكوال ال 2 ار اوفر ال. ده بيخلص مسائل لوحده. هتلاقي في مسائل مباشرة هيقول لك solenoid أو هنا circular coil its turns are pulled away from each other uniformly. فأصبح اللي هو solenoid، وهيديك هنا الراديوس بتاع السيركل كويل ويديك ال بتاع السولنويد، وهاجي حاططهم مسألة. أنت طالما أنا قلت لك المعلومة، المسألة بالنسبة لك هتبقى تافهة في الحل. حلو الكلام؟ دي فكرة. طيب افرض بقى اللي انت، يعني احنا كده حولنا من من السيركل كويل للسولنويد، حولنا السيركل كويل اللفات دي شديناها حولناها سوسته. طب انا ممكن يكون عندي السوسته واحولها لسيركل كويل، بس هو بيعتبرها سوسته برضه، ما اعرفش ليه، بس هو كده. هي كده. يعني انا لو عندي كده لفات كده سولنويد، رحت جاي ضاغطهم كده، خليتهم تانجنت تو ايتش اذر. يعني خليت كده اللفات مع بعض ايه؟ يكونوا تاتش ايتش اذر. حلو. اصلا المفروض ان اللفه دي عباره عن سلك، والسلك ده اصلا الكروس سكشن اريا بتاعته دايره. حلو. وده دايره وده دايره. صح الكلام؟ لما كل دول يتضغطوا في بعض كده هيبقى عامل لي هذا الشكل، هيبقى دايره ودايره دايره تانجنت تانجنت تانجنت. فانت لما تكون عايز اللينس بتاع الكويل كده او اللينس بتاع السولنويد، فانت بتبقى عايز الحته دي كلها، كل الحته دي.
طب ثانيه واحده بس، هي الحته دي اصلا يعني دي تعتبر ايه اصلا؟ الحته الزرقاء دي تعتبر ايه؟ الحته الزرقاء دي تعتبر الدايمتر اللي هو الطوار، صح الكلام؟ يبقى انت لو عايز بقى هنا اللينس بتاع الكويل هتقول لك ايه؟ اضرب الدايمتر في النمبر اوف تيرنز تجيب ايه؟ تجيب هنا اللينس بتاع الكويل نفسه. ففي حاله التانجنت، هنقول ايه بقى؟ هنقول ان ال في الحاله دي في حاله التانجنت هنقول الليل ايكوال، يعني خليت اللفات تانجنت لبعض تاتش ايتش اذر، فالليل هتبقى ايكوال لين تايمز ال 2 ار اللي هو الدايمتر. خلي بالك ده ال بتاع الايه؟ ده ال بتاع الكويل السولينويد نفسه. حلو الكلام؟ اللي هو ماشي هسموه سولينويد عشان ما تلخبطش ما بينهم السيليكون كويل، ده كده اسمه سولينويد. السولينويد اللي هو من بره كده تجيب المتر تحطه، ده كده تقيسه كده. طب انت لو عايز ال بتاع السلك كمعلومه اضافيه، يعني ال بتاع السلك هتضيف باي بس، يعني ال بتاع الواير نفسه هتقول اللي هو ان تايمز 2 باي ار. 2 باي ار ده اللي هو طول اللفه الواحده اللي هو السيركمفرنس. لو عملته تايمز النمبر اوف تيرنز طبعا انت بتجيب ايه؟ طول السلك، لكن طول السلك مش هو المستخدم هنا، بس انا لاي غرض من الاغراض بقول لك المعلومه عشان لو في كتاب قاعد يلف عليك في الحوار دوت بس ده كده استخدم في قانون الرؤيه بس، لان ده يستخدم في قانون الار ايكوال رؤيه اللي عليه. حلو الكلام. طيب هنا طبعا الحاله دي احنا هنا كنا قايلينها برضه عشان لو عايز تاخد سكرين شوت للكلام ده. هنا الحاله دي البي هنحولنا من البي سيركولار لبي ايه؟ سولنويد، او حولنا مثلا السيركولار لسولنويد. كان عندي سيركولار كويل حولته سولنويد، سيركولار حولته للسولنويد. ماشي. تعالى نكمل الافكار. انا لو عندي تو كونسنتريك سولنويدز، يعني ايه كونسنتريك؟ خدناها المره اللي فاتت الكلمه دي كونسنتريك. كونسنتريك دي يعني داخلين في بعض، يعني واحد جوه التاني. having the same axis طبعا obviously اللي هم طبعا هيبقى ليهم السيم اكسس عشان هم محطوطين جنب بعض، واصلا فوق محطوطين جوه بعض والاكسس نايم، فهم الاثنين هيبقى ليهم نفس الاكسس. طيب لو هما الاثنين جوه بعض والكرنت ماشي فيهم في نفس الاتجاه، يعني مثلا كده، فهيبقى الفلكس في نفس الاتجاه، فهتجمع البيهات بتاعتهم. حاجات هايفه طبعا. لو واحد عكس التاني في الكرنت هتروح جاي عامل البيهات بتاعتهم ماينس الكبير ماينس الايه؟ الصغير، ودي برده مش مشكلتنا. حلو الكلام؟ طيب عندي حاله بقى في منتهى الخطوره، هي حاله لما يقول لي solenoid is cut. solenoid is cut يعني عندي solenoid حصل له cut. طيب انا دلوقتي لما السولنويد ده بيحصل له كات، ده بيسمع فيه. انت دلوقتي كان عندك سولنويد، لا سوسته انت ايه قاصص نصها ولا بتاع. انا هعتبر مثلا يعني منطق كده، ايه اللي هيتغير؟ النمبر اوف تيرنز هيتغير، صح؟ اللينس بتاع الكويل هيتغير، يعني النمبر اوف تيرنز ما انت قصيت يعني شويه، قصيت كام لفه، ماشي؟ اللينس هيتغير، الاي هيتغير. ليه؟ لان انت قصيت السلك وانت كده قللت الريزيستنس، فكده الاي هيزيد، خلي بالك، ماشي؟ ودي اهم حاجه اقولها النهارده، ودي جت 2015 وهحل معاك مساله 2015 بعد ما اخلص. حلو الكلام؟ فهنا بنتكلم في ايه بقى؟ عايز اثبت لك حاجه مهمه، اللي انا لما مثلا يكون عندي سولنويد كان فيه 100 تيرنز وكان طوله متر واحد، يبقى قيمه ال N على ال بكام؟ ب 100. طب لو هو طوله 50، لو هو سوري في 50 لفه، انا قصيته بقى، قصيت نصه واصبح 50 لفه، فكده طوله هيبقى كام؟ هيبقى بنص. ف50 على نص فيها كام برضه؟ 100. يبقى كده لو انا قصيت السولنويد نسبه الان على ال هتفضل ثابته، فبيسموها ان سمول. يبقى الان سمول دي هتخش معانا في القصه الجديده اللي هي النمبر اوف تنس باليونت لينس. الان سمول دي ايكوال ان اوفر ال، ودي ثابته حتى لو السولنويد اتقص. يبقى لو السولنويد اتقص على طول استخدم هذا الترم الموجود عندي اللي هو ان ايه؟ اللي هو ان سمول، اللي هو ان اوفر ال. الان سمول دي النمبر اوف تيرنز باليونت لينس كتعريف.
هنا ال n ايكوال ال n لما ده يبقى ب 1 فده تعريفها يعني. حلو. طيب يعني معنى كده اللي هو لو اتقص هيبقى ليه بي 1 ايكوال الميو، مش هكتب بقى ان اوفر ال، هكتبها ان سمول عشان لو اتقص يبقى الاثنين ايكوال. اي 1 عشان اوبفيسلي الاي هيتغير. بي 2 ايكوال ميو ان اي 2. لو عملنا التو ايكويشن دول ديفايد بعض بمنتهى السهوله يطلع لي ريشيو بستخدمه في حاله القص، هيطلع لي بي 1 اوفر بي 2 ايكوال اي 1 اوفر اي 2. حلو الكلام. يعني ايه بي 1 اوفر؟ ما هم دايركت يعني، مش محتاجه اللي هو ايه ابقى عالم فيزياء عشان اعرف ان البي 1 اوفر بي 2 ايكوال اي 1 اوفر اي 2، لان هم اصلا دايركت مع بعض. بس انا حبيت اثبتها لك كده. اللي بقى يقول لك على طول سونويد از كات قصته تروح جاي حاطط له على طول الريشيو ده عندي. بس هو ممكن بقى ما يجيبلكش الريشيو بتاع الايات، ممكن ما يجيبلكش الريشيو بتاع الايات على طول، ممكن يجيب لك ريشيو الات او ارات، فتقول له ايه الالات مثلا، تقول له ال 2 بقى اوفر ال 1، تشيل الاي 1 اوفر اي 2 وتحط مكانها ال 2 اوفر ال 1، او تحط مكانها ار 2 اوفر ار 1. ما هو طبعا ما هو البي اكيد هتبقى عكسي مع ال، فتحط 2 اوفر 1 مش 1 اوفر 2، وهنا الار نفس القصه 2 اوفر 1. ماشي، دي فكره الكات اوف ودي اهم حاجه. نيجي بعد كده بقى لو عندي ستريت واير، لو عندي ستريت واير وحطيته جنب سولنويد، ازاي اجيب المagnetic فلكس التوتال عند السنتر اوف اكسس اوف سولنويد؟ لو عندي اهو الراجل بتاعنا احنا شغالين بيه نفسه هو هنشتغل عليه بدل ما نرسم واحده ثانيه. وانا رحت جاي جايب واير هنا بيربنديكولار اهو اللي هو اللبيسه اللي انا قلت لك عليها، وحطيت فيه كهرباء طالعه اهي. ماشي، انا عايز اجيب التوتال هنا. طيب هو اولا ده كسولنويد البي بتاعته جايه هنا، يبقى ده هسميه بي 1 مثلا. البي 1 ايه؟ جاي عند النقطه دي اللي انا هشتغل عليها اللي هي في السنتر بتاع الاكسس، جايه شمال. طيب ده كده انا قلت لك ده على طول ترسمه ايه؟ ترسمه كدايره، السنتر بتاع السلك والنقطه تبقى الحرف. دوت بقى جاي لك كده اهو. بص لو انت عملت بريت هاند، ده كده جاي لك كده وده جاي لك كده، يعني السولنويد نفسه جاي شمال اهو. ماشي، السولنويد نفسه جاي شمال والسلك جاي لها من تحت، يبقى عاملين 90، فتجيبها بقانون الروت اللي هو البي توتال هتبقى ايكوال روت البي 1 سكويرد، ده تجيبه طبعا من هنا من القانون، بلس البي 2 سكويرد تجيبه من القانون، والدي بقى بتاعت السلك دوت هتبقى من السلك نفسه لحد النقطه، كل ده هتاخده كدي. حلو الكلام. طب افرض عندي الواير مش كده، افرض عندي الواير اصلا على البين وبيج كده. ماشي، هو كده كده ستيل شمال في النقطه، ده كده يبقى رايح يبقى ده شمال كده وده رايح له كده، يبقى في واحد شمال كده، واحد رايح له كده، ده شمال اهو كده، واحد رايح له كده اهو. يبقى انت عندك 90 برضه تجيبه بروت. هو ده مش دايما بروت، يعني مثلا انا اجيب لك حاجه ثانيه مش بروت، بس هو غالبا بروت بس مش دايما بروت. يعني مثلا لو هو فوق بقى هنا كده، ده هيروح له بقى كده. لو رسمنا الدايره كده هتلاقيه رايح له كده، هيبقى ده جاي كده كواير، والسولنويد كده كده جاي كده، يبقى نطرحهم من ايه؟ من بعض. طبعا لو ده اكس، لو ده بقى حطيته اكس هيجي له كده، فهنجمعهم ايه؟ مع بعض. فهي على حسب الاتجاه بتاع الفلكس تعرف تجيب ايه؟ الايكويشن. فيلا بينا بقى نحل كده سؤالين جم في امتحانات سابقه، وعشان نظبط ونكون يعني طبقنا على اللي احنا خدناه. يلا بينا. السؤال دوت عايز التوتال ماجنتيك فلكس دينستي ات بوينت واي، وانا قايل لك دايما هو هيطلب البوينت اللي هي في نص السولنويد، هيسأل عليها على طول. هنا عايزين نعرف الاول البي توتال عند البوينت دي هتيجي ازاي؟ بالبلس ولا الماينس ولا روت؟ لان انت عندك هنا بيربنديكولار واي وعندك سولنويد، يبقى انت عندك 2 بي، فعايز تعرف بقى تعملهم بلس ولا ماينس ولا روت. فهنا نعرف نعمل الاتجاهات الاول. هنا ده الكرنت طالع من ورا، يبقى نازل من قدام اهو، يبقى نازل في كله. هنمسك السولنويد زي ما احنا متعودين اهو، هنمسكه كده عشان ده نازل فهننزل معاه،
فكده الفلكس هيبقى جاي شمال، يمين سوري، الفلكس هيبقى جاي يمين. يبقى عند النقطة دي فلكس جاي ايه؟ جاي يمين، ده جاي من السولنويد. طب تعالى نشوف السيركل كويل. السيركل كويل ده لايك، سوري، الستيرت واير ده لايك. الستيرت واير بلابيسه وجواه نقطة، يبقى كده الكهرباء طالعة، جواه اكس يبقى الكهرباء داخلة. حلو، بنعمله برضه زي ما عملنا من شوية. الدايرة بتاعتنا اهي، هو بيبقى في النص الدايرة نازل، هنا بيبقى ده كده داخل له كده. حلو، أو عشان لايك يبقى رايح في النقطة، داخل ايه؟ داخل بهذا النص. طيب انت بالنسبة لك الاتجاهين دول اتجاهين ايه؟ واضح ان واحد جاي كده، واحد جاي كده اللي هو بتاع السولنويد، واحد نازل له من تحت، واضح ان هم عاملين ايه؟ عاملين 90. يبقى احنا كده لما نشتغل المسألة دي ونجيب ال1 ونجيب ال2 هنعمل لهم ايه؟ هنعمل لهم 90 في الاخر، اللي هو الروت. ماشي؟ هنجيب لهم بالروت. طيب تعالى نجيب البي بتاع كل واحدة. نجيب البي 1 مثلا، ولتكن البي بتاعت السولنويد هيبقى ايكوال الميو. طبعا هنا هو ما قاليش في المسألة اللي هو فيه ايرون كور ولا فيه اي حاجة، فانا هاخد البرميبيلتي بتاعت الاير. انا بشيك تاني على المسألة اهو، عشان لو قال لي اللي هو حط ايرون كور، لو ما قاليش اللي هو حط ايرون كور، يبقى كده هستخدم البرميبيلتي بتاعت الاير العادي، اللي هي 4 باي تايمز 10 باور نيجاتيف 7. ده ميو. الان هو مديهالي ب 10 ميو ان اي. الاي بتاعت السولنويد ب 7 اوفر 22، والال بتاع السولنويد هو مديهولي ب 15 سنتيمتر، احوله على طول يبقى 0.8 15، او تعمل 15 تايمز 10 باور نيجاتيف 2. ده كده البي بتاع السولنويد. فاحنا ممكن نجيبه على طول، عشان بعد كده لما نيجي نعوض في الروت هنعمل 4 باي تايمز 10 باور نيجاتيف 7 تايمز 10 تايمز 7 اوفر 22. خلي بالك 7 اوفر 22 دي اللي هي الريسبروكال بتاع الباي، فدي اصلا هتضيع دي اوفر ال 0.15، فهيطلع لك تقريبا 2.66 تايمز 10 باور نيجاتيف 5. 2.67 مثلا تايمز 10 باور نيجاتيف 5. انا ليه عملت ابروكسيميشن لل 6؟ لان هي طلعت معايا 2.665، فخليتها بدل 665 خليت على طول التالت بعد العلامة يجي التاني، التالت بعد العلامة دايما يجي التاني، فخليتها 7 تايمز 10 باور نيجاتيف ايه 5. طبعا لو هو 5 او اكتر، يعني لو هو 5 او اكتر اديله، لكن لو 4 او 2 فكك منه خالص. يبقى دي البي بتاعت السيرمون. طب ما ممكن نجيب برضو البي بتاعت سوري الستريت واير. فبي 2 اللي هي بتاعت الستريت واير هيبقى ايكوال 4 باي تايمز 10 باور نيجاتيف 7 اللي هي ميو في الاي بتاعت الستريت واير اللي هي 15 اوفر 2 باي الدي اللي هي البربنتيكولار ديستانس بتوين الستريت واير والنقطه، يعني دي كلها بكام؟ خلي بالك هو ال اصلا بتاع السولنويد كله بكام؟ مش مستاهل اصلا اوديها كده. اللي بعد النقطه عن الواير بكام؟ 15 على طول، هيبقى 0.15. حلو الكلام. نجيبها برضو، تبقى ميو اللي هي 4 باي تايمز 10 باور نيجاتيف 7 تايمز 15 اوفر 2 باي تايمز 0.15، تطلع معايا تقريبا 2 تايمز 10 باور نيجاتيف 5. 2 تايمز 10 باور نيجاتيف 5. يبقى انت كده عندك البي 1 والبي 2 هتحطهم تحت الروت، هيبقى روت البي 1 سكويرد وتحطها لازم في براكت، يعني تقول 2.67 تايمز 10 باور نيجاتيف 5 اول، تعملها اول كده تنزل كده
وتروح جاي عامل براكت وتروح جاي عامل باور 2 بلس بقى التانية برضه نفس القصة 2 تايمز 10 باور نيجاتيف 5 اول باور 2 لازم تحطها في براكت عشان الباور ما يتحطش على 10 باور نيجاتيف 5 بس اول باور 2 كل ده هيطلع 3.33 تايمز 10 باور نيجاتيف 5 يبقى البي توتال اللي هو عايزها عند النقطة واي دي بي توتال هتبقى 3.33 تايمز 10 باور نيجاتيف ايه؟ باور نيجاتيف 5 حلو الكلام. المسألة التانية بقى عندنا اللي هي جت 2015 انا كنت بقول لك عليها. بيقول لي السولنويد ان المسألة ورايا السولنويد اوف لينث 40 سنتيمتر يعني هو في الاول كان طوله 40 سنتيمتر يبقى كده نكتب L1 equal 40 سنتيمتر. بيقول لي is connected to a battery of EMF VB ماشي and zero internal resistance ماشي. So the magnetic flux density at the center of its axis was B يعني ال B1 لما كان عنده الطول ده كان equal B شغال. if بص بقى الكلمة اللي جاية دي if 25 centimeter of the coil is cut if 25 centimeter of the coil is cut يعني قصيت منه 25 يبقى أصبح ال L2 كام؟ تطرح الاتنين مع بعض يديك 15 سنتيمتر. المسألة دي حلوة ومهمة. بيقول لي if 25 centimeter of the coil is cut and the remaining part is connected to the battery يعني ال remaining part اللي هو 15 وصل بنفس الباتري يعني الفولت ثابت. calculate the magnetic flux density عايز المagnetic flux density في الحالة التانية البي 2 طبعا بالايه in terms of البي يعني. طيب احنا اتفقنا لما يقول لي cut solenoid فهنقول البي 1 over البي 2 equal I1 over I2 بس انا هنا ما عنديش اصلا نسبة الاي انا عندي الريشيو بتاع ال فهنحط الريشيو بتاع ال بس بالشقلوب عشان هما يفرس فهحط L2 over L1 بمنتهى السهولة اللي في الدنيا. هنا L2 15 عشان كده ما حولتهاش اصلا عشان هيروحوا كده التحويلة هتروح مع التحويلة يبقى هنا 40 ال 40 over ال 15 دي على 5 هتديني 3 على 5 هتديني 8 عايز البي 1 البي اصلا هو كان مدالي البي يبقى البي 2 تايمز ال 3 ايكوال 8 بي يبقى البي 2 ايكوال ايه؟ 8 اوفر 3 بي بس كده.